السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تتكون من 50 ولاية منفصلة ومساحتها حوالي 10 مليون كيلومتر مربع. من الطبيعي أن تكون لديها متطلبات أمنية كبيرة، لهذا تعتمد أمريكا على 17 مؤسسة أمنية منفصلة، لكن أكثر مؤسستين نسمع عنهم هم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة المخابرات المركزية CIA. لكن واش كتعرفوا الفرق بيناتهم؟ أنا محمد القصباوي، واليوم غادي نهضروا على هذا الموضوع. قبل ما نبدأ، إذا كنت جديد في القناة ما تنساش تدير سبسكرايب وتفعل الجرس باش توصلك الفيديوهات ديالنا أول بأول. بغيت نشير أن بالرغم من تعدد المؤسسات الأمنية الهدف ديالهم واحد، ولكن كاين بزاف من الناس ما كيعرفوش أصلا بوجود هذه الأجهزة أو حتى أسمائها، ناهيك على أنهم يعرفوا الفرق بيناتهم وطريقة الخدمة ديال كل واحد فيهم. لكن بفضل الأفلام والميديا، الأجهزة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ولات معروفة عند الناس كاملين. كاين واحد النكتة الأمريكية تقول أن الرئيس جمع المسؤولين ديال 3 أجهزة قدامه وطلب منهم يديروا اختبار. غادي يطلقوا أرنب في جزء من الغابة، والجهاز اللي يقدر يلقاه أسرع هو اللي غادي يكون أفضل. ولما بدأ الاختبار، مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ يبحث على الأرنب، ولكن بعد ساعات من الانتظار جاهم الخبر أن الوقت انتهى، واعتبرهم الناس فشلوا في إيجاد الأرنب. مكتب التحقيقات الفيدرالي عرض ملف كامل فيه 1000 معلومة عن تحركات الأرنب وسرعته، حتى المعلومات اللي الأرنب ما كانش عارفها عن نفسه. قالوا أنهم كانوا على وشك الإمساك به، ولكن الوقت انتهى. أما وكالة المخابرات المركزية فبمجرد ما بدأ الاختبار انطلقوا في الغابة بكل عزم، ولكن بعد بعض الوقت تفاجأ المنظمون والناس بأن الغابة ولت مشتعلة. هذه كان خطة طوارئ ديالهم، حيث حسوا أن الوقت غادي يسرق، فشعلوا النار في الغابة باش الاختبار يتلغي وما يتقالش عليهم أنهم فشلوا. دور الشرطة المحلية جا ودخلوا الغابة في دقائق وخرجوا مع واحد مكمم وكان كيعترف: أنا أرنب مش إنسان، غير خلوني. برغم من أن النكتة ما هياش مضحكة بزاف، إلا أنها كتعبر عن الفرق بين طريقة العمل ديال كل جهاز. المصطلح FBI هو اختصار لجملة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهذا المكتب كيدير تقريبا نفس الخدمة اللي كيديروها الأجهزة النيابة في الدول الأخرى. FBI كيركز على سلامة الأدلة اللي غادي تقدم للمحكمة، وكلمة فيدرالي تعني أن المكتب كيمتد لكل الولايات الأمريكية، وهذا على عكس الشرطة المحلية اللي ما عندهاش علاقة بالولايات الأخرى. هذه كانت السبب الرئيسي لإنشاء جهاز FBI في عام 1908. وبالمناسبة ال FBI كان غير معروف في البداية، حتى بدأوا الناس يسمعوا عليه بفضل مجموعة من العمليات الناجحة اللي قام بها، خصوصا في فترة الكساد الكبير في عام 1929. عدد موظفي FBI كيكون حوالي 35 ألف موظف موزعين بين علماء وضباط وخبراء لغات ومهندسين، وهذا رقم صغير بالنظر لحجم الولايات المتحدة. لكن كل واحد فيهم عنده صلاحيات تمكنه من محاسبة الوحدات المحلية إذا ما نفذوش الأوامر. فBI يمكن يعتبر بمثابة جهاز للمخابرات الداخلية، بينما وكالة المخابرات المركزية هي مختصة في المخابرات الخارجية. وكاين واحد الاختلاف هنا، إذا كان عندكم أي أسئلة أو تعليقات ما تتردوش تخليوها في التعليقات، وديما كنكونوا في انتظار اقتراحاتكم للحلقات القادمة.